تصدق يا بابا، أنا نفسي أكل معاكم سمك بس من ساعة الحمل وأنا خايفة أكله. ليه بس؟ ده السمك حلو للحوامل. وأنت عرفت إزاي؟ إزاي إيه؟ ده أنا مقضي حياتي كلها في الصيد. طب أنت عارفة أنواع السمك اللي فيها دهون؟ زي السلمون والسردين والتعابين، حلوين جدا في الحمل. تعابين؟ لأنه فيهم أوميجا 3 وده مفيد جدا لنمو مخ الجنين، ده غير فيتامينات زي د وبي 12. بجد؟ طب تأكلني فسيخ بكرة؟ فسيخ يا مفترية؟ هو ده ينفع في الحمل؟ بص يا ستي، السمك اللي ما تعرضش للنار زي المدخن والمملح والمخلل ما ينفعش في الحمل، عشان ممكن يكون في بكتيريا مضرة. طب والسوشي؟ لا فسيخ ولا ملوحة ولا حتى سوشي ني. طب والتونة؟ ولا بلاش عشان الزئبق؟ هي فعلا فيها زئبق لكن قليل، ولحد علبتين في الأسبوع مفيد. وحتى السمك الدسم ما تزوديش عن مرتين في الأسبوع، الاعتدال حلو برضه. والجمبري والاستاكوزا والكابوريا؟ لا يا ستي، ده كويس جدا، حتى الدهون اللي فيه مفيدة. طب تمام، هفلس جوزي يوم سمك ويومين جمبري واستاكوزا. أنا ما قلتش حاجة. ما تنسوش تتابعونا في الرسائل الجاية من حملة أكلك حملك، ناكل صح لحمل صح.